دائما الانسان لما بيتعب بيروح لعند الدكتور وبيعطيه فيتامينات لحتى يقوي جسمه ترتد له الصحة. فاذا نحن بدنا نحكي عن ريال مدريد، ففيتامين ريال مدريد هو مباريات دوري الابطال. ريال مدريد وبعد مباراة براغ او بعد مباريات دوري الابطال بشكل عام بيرجع بيستعيد قوته، بيرجع بيستعيد هيبته وسطوته. صراحة اكبر فيتامين ودافع لحتى يرجع ريال مدريد الوحش اللي بنعرفه انه يروح يلعب بدوري الابطال لعبته بطولته يعني المفضلة. فالنسيا اليوم تبهدل، ريال مدريد يسحق فالنسيا بخماسية. اكيد البرشلونية اليوم بلشوا يحكوا وبيلينغهام منصاب وانتم ما عندكم قوة بدون وجود بيلينغهام. فشرتوا ريال مدريد مش بس بيفوز، لا بيفوز بأداء وبخماسية وبكونكتن يعني رائع وترابط رائع بين فينيسيوس وبين رودريجو يلي أبدعوا بهذه المباراة بالصناعة بالفنيات وبالأهداف. صراحة شيء خرافي. كمان بدي الفت نظر لشغله انه عن جد ابراهيم دياز مبدع بمعنى الكلمه، مبدع هيدا اللاعب. نزوله كان بهيدي المباراه وتغطيته لمكان بيلينغهام. وصراحة أنشيلوتي أحلى شيء فيه إنه بيعرف يدير ويتعامل مع المواهب ومع النجوم، وإنه دايما ريال مدريد يكون بمستوى متصاعد. هيدا يحسب لأنشيلوتي، والنفسية اللي عند اللاعبين كمان تحسب لأنشيلوتي، لأنه أنشيلوتي مدرب من الطراز الرفيع. لكل مين عم ينتقده وبيضل يحكي عليه، أنشيلوتي عم يشتغل بخامة ما كانت حتكون هيك أبدا لولا جهوده ولولا خبرته الطويلة بعالم التدريب. ألف مبروك لجماهير الريال، أكيد جماهيري وحبايبي، وهارد لك لفالنسيا لأنه أنا بحب فالنسيا. بتمنى كل حدا عم يحب هيدا المحتوى يدعم الصفحة لأنها بعدها جديدة بلايك وشير. الشير كتير مهم، ويعطيكم ألف عافية وسلام.